گوتنک بناوی گروه گوتنک ناوی گروه نام استاذ محمد قاسم من الجزيرة و بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. 1. معيار الدعوة. على الرغم من المكانة الخاصة لكم، إلا أن دعوتنا لكم يحكمها معيار واحد، هو المشاركة في إحياء أمسياتنا الثقافية، وليست تمييزا لأحد ولا تجاهلا لأحد. 2. ولكون الاحتفال بمناسبة مرور 10 أعوام على استمرار جروب ديرك للثقافة الكردية قد تزامن مع عيد الصحافة الكردية، فقد ارتأينا أن ندعو ممثلي الصحافة الكردية في الجزيرة لحضور المناسبة، وكان بودنا لو وجهت الدعوة إلى جميع الرموز الثقافية والصحافية الكردية، إلا أن تبنينا لأسلوب خاص بالاحتفال فوت علينا هذه الأمنية التي سنظل نعيشها إلى أن تتحقق في المستقبل إن شاء الله. وإن دعوتنا لبعض ممثلي الثقافة والصحافة الكردستانية كانت فرصة استثنائية أتيحت لنا فلم نفوتها، ونشكرهم كما ونشكركم على تلبية دعوتنا، آملين للجميع قضاء وقت ممتع في رحاب مدينتنا ومنطقتنا التي نراها ذات خصوصية في جمال طبيعتها، على الرغم من إهمال طويل لإعمارها، فضلا عن خصوصية موقعها في المثلث الجغرافي والتاريخي الهام في كردستان المنكوبة. 4. وكانت النية متجهة ليكون يوم الجمعة الموافق 22 نيسان عيد الصحافة الكردية هو يوم الاحتفال، ولكن التعارض مع موعد أراد إخوة لنا أن يحتفلوا فيه بالمناسبة ذاتها اضطرنا إلى تأجيله إلى يوم السبت، ولعله ليس توقيتا سيئا لبعض الأخوة الحاضرين. كان هذا التوضيح وجدناه لازما لقطع الطريق على تأويلات خاطئة لا تخدم أحدا. وبعد، نجدد الشكر على تلبية دعوتنا هذه للمشاركة في إحياء ذكرى مناسبة نرى فيكم شركاء لنا في إغنائها واستمرارها، وأتوجه بالشكر وهم يستحقونها إلى أولئك الشباب الذين بادروا إلى التأسيس لهذا الجروب عبر الاحتفال بذكرى مرور 300 عام على إنتاج الأديب والفيلسوف أحمدي خاني رائعته الخالدة روميو وجولييت الأدب الكردي كما سماها الدكتور محمد سعيد البوطي، والذي نسجل أسفنا لموقف صدر عنه عن الكرد نتمنى عليه أن يصححه بموقف يمحي موقفه الخاطئ ذاك، فلا نحبذ خسارتنا لشخصيات وأقلام فاعلة في الساحة القومية والوطنية. أطلق الأديب الكردي المعروف محمد أمين بوز أرسلان دعوة دعا فيها اليونسكو إلى اعتبار العام 1995 عاما دوليا للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على ظهور الرواية الشهيرة والخالدة ماموزين، ولكنه بكل أسف لم تستجب، فجدد دعوته إلى الأمة الكردية، وقد بادر جمع من الشباب الكرد في ديرك إلى تلبية هذه الدعوة بالتحضير لأمسية ثقافية يكون موضوعها رائعة أحمدي خاني الخالدة ماموزين. تضمنت دعوة الأحزاب الكردية المتواجدة لحضور ممثلين عنها، إضافة إلى عدد من المثقفين المستقلين، وأغنوها بما ملكت طاقاته من المعلومات والتحليلات والخواطر إلى آخره. كانت تلك هي البداية، وكان ذلك في شهر نيسان العام 1995. من هنا، من بؤرة التوتر بالشعور الإنساني والقومي، انطلقت البداية، وكانت بداية بلا شك متواضعة، ولا يزال المسير متواضعا، ولكن الإصرار على الاستمرار ربما يكون سمة تستحق الوقفة تأملا وتقديرا. ففي مجتمع كمجتمعنا مشحون بالحساسيات التي زرعها فينا الآخرون بشكل أو بآخر، ونماها فينا بعض أبناء قومنا عبر ممارسات لا بد من مراجعتها إذا شئنا النجاح، في مجتمع كهذا تصبح القدرة على الاستمرار ميزة هامة ومطلوبة أيضا. جروب يضم اتجاهات مختلفة في المشارب والمسارات الفكرية والانتماءات الاجتماعية والسياسية، وربما الأصح أن أقول الحزبية، يستمر على مدى 10 أعوام يحتضن نشاطا ثقافيا يعنى بالكرد في مختلف جوانب وجوده التاريخي والراهن، إضافة إلى تطلعاته المستقبلية من المنظور الثقافي أساسا، وعلى الرغم من صعوبة الفصل بين الثقافة ومختلف الأنشطة البشرية وعلى رأسها النشاط السياسي. ومن باب التذكير فقط، لعلنا نميز بين مصطلحي السياسي والحزبي، لما يشكل الخلط بينهما من غموض في استخدام المصطلح، وبالتالي من سوء في الفهم أحيانا. كما نتمنى على الباحثين والمختصين الاهتمام بموضوع الصياغة الدقيقة للمصطلح، لكون ذلك يساعد على وضوح الفهم ووضوح صياغات الرؤى، لعل ذلك ينعكس إيجابيا على الحالة الاجتماعية الكردية بشكل عام، وهو طموح الجميع بلا ريب. كما نذكر بأن وظيفة الحزب الكردي الذي كان يعتبر نفسه ممثلا للكرد جميعا،
وكان يتصرف على أساس هذه الرؤية ينبغي أن يعاد النظر فيها بسبب التكاثر الحزبي المعروف حتى تتوضح الرؤية في الصياغات والمهام والسلوك أيضا. وبالعودة إلى مسار نمو الجروب أقول: لا أكتمكم بأنه تعرض إلى صعوبات منذ اللحظة الأولى، ففي أثناء إلقائي لكلمة ارتجالية أهنئ فيها هؤلاء الشباب على خطوتهم، وأتمنى على الجميع السعي للمساهمة والاستمرار، متسائلا: لماذا تأخر